مؤخرا خرجت نسخة جديدة من نوع الهوندا اديفي. هذا الموتور من نوع الهوندا اللي الحجم ديالو 350 سنتيمتر كوب بان في الاسواق المغربيه مؤخرا. عنده نفس الخصائص ديال الموتور الهوندا الاكس اديفي، غير هذا صغر منه في الحجم. فشنو هما الايجابيات والسلبيات ديال هذا الموتور؟ شحال كيوصل الثمن ديالو في الجديد وفي المستعمل؟ وشحال هي السرعه القصوى ديالو؟ وشنو هي اللي فيش التكنيك ديالو؟ هادشي كامل نشوفوه في هذا الفيديو. ولكن قبل ما تكمل هذا الفيديو بغيتش تخلي واحد لايك، واي راي عندك احتفظ به حتى الاخير وكتبوا لي في تعليق. وعلاش لا كنتي مهتم في هذه القناه ديالك نقدم لك فيها فيديوهات متنوعه ومهمه اللي تنفعك وتخليك ما تقولبش. دونك الدراري، الهوندا بعد مده طويله بدات كترجع وبقوه، وهذا الشيء راجع الماطر اللي ولات كتخرج بحال اس 350 واللي درت عليها فيديو الراسه، والاكس اديفي واللي حتى هي درت عليها الفيديو كامل. الا بغيتي تشوفوا ما نخلي لكم اللين ديالهم في لا ديسكريبسيون. اليوم معنا الهوندا اديفي خرجت بعد الاكس اديفي 750. هذا الموتور عنده نفس الخصائص اللي كاينه في الاس 350. الموتور سكوتر بحجم 330 سنتيمتر كوب بالبويسونس 29.2 شوفو بكوبل 31.5 نيوتن. ريزيرفوار كتهز 11.7 لتر. بالنسبه للمالا ديالو كبير على الاس اش، تقدر تهز لك جوج كاسكات كبار وبدون اي مشكل. الوزن ديال هذا الموتور هو 186 كيلوغرام، تقل واحد شويه من الاس اش 350 اللي كنت درت عليها ريفيو. الوزن ديال هذا الموتور هو 186 كيلوغرام، تقل واحد شويه من الاس اش 350. هذا الهوندا اديفي عندها فورج انفيرسي بطول 125 ملم، الشيء اللي كيخلي الاداء ديالو حسن خصوصا في الاوف رود. الكونسوماسيون ديال هذا الموتور هي 3.4%، تقريبا بحال ديال الاس اش 350. هادشي علاش كتبقى الاس اش والاديفي فحال. الفرق اللي كاين هو الاديفي تقدر تكون اغريسيف اكثر في الاوف رود بسبب لي بنو والفورج الانفيرسي اللي فيها. هاد الاديفي من غير هاد القوه اللي فيها، الا انها حتى هي فيها سيستم سمارت كي واللي كيخلي الموتور يتسورت ويشعل بدون الحاجه الكونتاكت، كما انه فيه الابليكاسيون ديالو تقدر تربطه بالتليفون ديالك بالبلوتوث، تما كتولي اي معلومه على هاد الموتور في التليفون ديالك، بحال الشكل ديال الضغط الرويد والكونسوماسيون ولوكاليزاسيون وحتى الحراره. هاد الموتور فيه 3 ديال لي مود: المود سبورت ومود ايكونومي والمود اوف رود. كل مود عنده مميزات ديالو. فحال المود ديال الايكونومي يقدر يخدم ليك بالمزيان داخل المدينه، وبالنسبه للمود سبورت يقدر يكون ملائم اكثر في السفر، وبالنسبه للمود الاوف رود يقدر يخدم لك في الطريق اللي واكل عصا بحال طريق الرحمه وطريق بوسكوره. بالنسبه لي كولور اللي متاحين في هذا الموتور هما 3: لو روج ونوار والغري، ولكن مع كلها كارينات كيسهل التغليف ديالها وتردها في اللون اللي بغيتي. الايجابيات اللي كاينين في هذا الموتور اخوتي كثار، منهم الجوده. فالهوندا ماشي هي السيم ولا الكيمكو ولا السي اف موتو. والحاجه الثانيه هي الديزاين. فالديزاين ديال هذا الموتور كيتماشى مع هذا العصر اللي ولا فيه كلشي روبو كلشي الكتريك. الحاجه الثالثه واللي هي الثمن، فقبل ما نقول لكم الثمن ديالها فجميع الاحوال كيبقى الثمن مناسب مع المواصفات ديال هذا الموتور. اما بالنسبه للسلبيات فكيف ما كنلاحظوا يلا بانت لحد الان حتى واحد مدعو عليه بالخيب، من غير بعض المراكنه واللي في جميع الاحوال كيكون هارب ليهم، ضروري ما يجبدوا لك شي حاجه بالخيب. الحاجه اللي كتروج بزاف في الجروبات بيناتهم هي التزنزين، ربما حيت الموتور ديال الاوفرود داكشي علاش، وهادشي كيبان الا قرانتيها اكثر مع الاس اش، وهادشي راه عادي. فاس اش راه ماشي اوفرود عكس الاديفي، ربما هذا هو السبب اللي كيخلي الاديفي تكون فيها التزنزين. وبخلاصه فاش يبانوا اي سلبيات اخرين غنخليهم لكم في لا ديسكريبسيون ديال هذا الفيديو. السرعه ديال هذا الموتور كتوصل ل 168 كم في الساعه، يعني بمقارنه مع الاس 350 فراهم قد تقدر تكون الاس اش اكثر بسبب الوزن ديالها اللي اخف من الاديفي، ولكن في جميع الاحوال عندهم نفس الماكينه، لهذا عندهم نفس السرعه. اخيرا الثمن ديال هذا الموتور في الجد هو 65000 درهم. في المستعمل لحد الان ما معروفش، حيت كيف قلت لكم يلا خرجت مؤخرا. وهادشي اللي كان في هذا الفيديو، كنتمنى تكونوا استفدتوا. ولا عندكم اي سؤال خليو لي في الكومونتير، ولا عجبكم الفيديو خليو لي لايك، واللي ما ابونيتيش ابونا. وكان معكم شاكر ايدار، تشلاو.